تعتقد ان الحل الوحيد عشان اسنانك تبقى بيضة هو انك تعمل جلسه تبييض عند الدكتور؟ يبقى فاتك ان في اسرار صغيره لو طبقتها اسنانك هتفضل بيضة على طول من غير ما تحتاج لجلسه تبييض. في الفيديو ده هكشف لك عن 5 اسرار بسيطه جدا يمكن عمرك ما سمعت عنهم. واول حاجه معانا وهي شرب الميه كتير. الميه مش بس بترطب الجسم لكنها كمان بتغسل بقايا الاكل والسكريات قبل ما تلون الاسنان. ولو استبدلت العصاير والمشروبات الغازيه بميه هتلاحظ فرق في لون اسنانك خلال اسابيع. تاني حاجه استخدام الشاليمو مع المشروبات الملونه. العصاير الغامقه كلها بتصبغ الاسنان لكن السر انك تشربها بشاليمو، وده عشان تقلل ملامستها للاسنان وتمنع التصبغات. هي تفصيله صغيره جدا بس بتفرق جدا في لون اسنانك. والنقطه الثالثه معانا وهي الاكل المقرمش الطبيعي. التفاح والجزر والخيار مش مجرد سناك صحي، دول كانهم فرشه طبيعيه بتلمع الاسنان وبتمنع الطبقه الصفراء من انها تتراكم. خليهم جزء من يومك وصدقني هتحس بفرق كبير جدا خلال فتره قصيره. وقبل ما ندخل على النقطه الرابعه ما تنساش اللايك شير والسبسكرايب عشان ده بيساعدني في ان انا اكمل صناعه محتوى. رابع نقطه معانا وهي المضمضه بالزيت. زيت جوز هند او زيت سمسم تتمضمض بيهم لمده 5 دقائق الصبح هيساعدك جدا في الحفاظ على لون اسنانك طبيعي، وده لانه بيسحب السموم وبيقلل البكتيريا اللي بتسبب اصفرار الاسنان. هي طريقه غريبه جدا الناس مش متعوده عليها، بس في ناس كتيره لما جربتها شافت فرق كبير معاها. خامس حاجه معانا وهي الزياره الدوريه للدكتور للتنظيف مش للتبييض. والسر الاخير معانا هو التلميع والتنظيف عند دكتور الاسنان كل 6 شهور، وده لانه بيشيل الجير والتصبغات قبل ما تثبت، وده بيخلي ابتسامتك بيضه وطبيعيه من غير اي جلسات تبييض. في نهايه الفيديو انت كده عرفت انك مش لازم تعمل جلسات تبييض غاليه جدا عشان لون اسنانك يبقى ابيض وطبيعي. في النهايه ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وسلام.